يقول: ما علامات الموت؟ قد ذكرنا قريبا هذا وهي مهمة، وإن شاء الله أن نذكرها باب تثبيت للموت. علامات يعلم الميت، وكما ذكرنا أنه لا يكفي وقوف القلب. بعض الناس ربما يقف قلبه سكتة، قد يحصل له إغماء، قد يحصل له، ربما يأخذونه مباشرة يدفنون. قد تستمر مثلا هذه الإغماء في وقوف القلب ربما ساعات، وهؤلاء مجهزين الأمور، جاهز على طول، غسل وحفر ودفن الرجل، ربما بعد ذلك يستيقظ ربما في قبره، خلاص يموت، من سيخرجه؟ أو ربما يأخذون، خاصة في المستشفيات، يأخذون إلى ثلاجة خاصة يحطونه في مكان بعيد، لو يصيح الميت ما يصيح هذا الذي مات، بل ربما يموت في درجة حرارة البرودة تحت الصفر، تحت الصفر، يقف قلبه على طول. ويخبرني أحد الإخوة أنه في إحدى المستشفيات كان يبحثوا عن فقيد لأحد أقربائهم، سألوا فما وجدوا، فكانوا يبحثون في الثلاجة، فتحوا الثلاجة على أدراج، وإذا بأحد الموتى جالس، يعني قد صحي أو صحي من إغمائه ومات بالبرودة، قتلوه يعتبر. هذه من الأخطاء. وكما تسمعون وتعلمون، ربما بعض الناس يعني في الجنازة وهو يحمل ربما يقوم، وبعضهم عندما يوضع وهو يقوم قبل أن يدفن. نعم، نعم. فنقول أن وقوف القلب ليس علامة بمفردها، حتى تنضاف إليه علامات. وقوف القلب مع برودة القدمين، حس القدم، لأن الروح تبدأ تخرج من القدم. سبحان الله يا أخوة، تنسل الروح من القدم. الموت له فزع عظيم. لو كان تبدأ الروح تنزل من الرأس إلى البلعوم لفر هذا الرجل في شعاف الجبال، يجري وراه حتى يمسكوه يموت. انظروا حتى الإبل لما تنحرها مع قوتها ربما تقاتل. فلو كان تنزع الروح عكسا ما استطعنا أن نمسك الموتى. تعال موت، نمسكه، امسكوه حتى ينتهي، يحتاج أن يمسك. لكن تبدأ بالأقدام حتى يبرك، خلاص ما يستطيع. تبدأ من القدمين، تنسل الساقين إلى الركبتين إلى حتى يسقط، فلا يستطيع أن يفر من الموت، لا يفر منه، لا مفر. فلما تنسحب هذه الروح من القدمين، هي أول ما يفرغ الجسد من القدمين، يفرغ القدمان من الروح، تحصل لها برودة. فوقوف القلب مع برودة القدمين مع علامات أخرى في الميت. قالوا يوجد في الميت 17 رباط، إذا انفكت هذه الأربطة تعرف أنه ميت. منها رباط العينين 2، فإذا تعرف أنه ميت يفتك الرباط الموجود على العينين فتغور إلى داخل قليلا، مع أيضا الرباط الذي على الأنف. هذه الأربطة تشد الأنف، فإذا ارتخت يميل الأنف قليلا شمالا أو يمينا. تفتك الأربطة الموجودة في الفكين. هذا تجد الميت إذا لم يوجد من يمسك لفكه ويضمه ربما تراه يفتك الفك، فك الأربطة الموجودة في الفك. فيستحسن لمن كان بجواره أو كذا والماء يعني ما زال في حالة بداية خروج الروح، ما زال الجسم حار، تستطيع أنك تقفل الفم. أيضا من الأربطة الموجودة في اليدين، الموجودة في القدمين،
فيكون الأربطة هذه اليد لها أربطة، وإذا افتكت يسيل الجلد كجلد الشائب الكبير كما يقال، تسيل الجلد كله، أصبح كل الأربطة الروح كانت تشد، فافتكت هذه الأربطة فأصبح يعني ماذا؟ هذه الأشياء المربوطة ترتخي. مع أيضا العينين، لأن البصر يتبع الروح، إذا الملك أخذ الروح شمالا يمينا أو أعلى، لهذا يستحسن يغمض، فإذا لم يكن عنده أحد يكون ماذا؟ يفتح عينه. هذه من الأشياء التي ذكر الفقهاء يعني، وهذا لابد أن تعرف حتى يعرف أن هذا ميت،